السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي وز الغاليين. النهاردة يا حبايب قلبي هنعمل لكم سجق باللحمة البلدي. سجق جميل ونضيف وزي العسل، وهنعمله بإيدينا في بيتنا. معانا ربع كيلو من الهنك اللي هي المصارين بتاعة الخروف، زي ما انتوا شايفين كده. جبناها واحنا اللي منضفينها على ايدينا، بيضة زي القشطة زي ما انتوا شايفين. ونقعتها في ملح وخل وليمون وكربوناته وشطفتها كويس لغايه ما بقت نظيفه وزي العسل اهي، والميه بتاعتها بيضه ونظيفه. ما ينفعش المصارين بتاعه الخروف تطلع من الميه، لازم تبقى موجوده في الميه. جبنا الكبه بتاعتنا وحطينا فيها نص كيلو فلفل، الفلفل ده رومي وانا منقيه احمر، ومعانا قرن فلفل حامي، ومعانا راس توم متوسطه. والهنك اللي معانا ده ربع كيلو. هنضرب التوم والفلفل في الكبه، نضربهم لغايه ما يبقى ضرب ناعم. عايزه اقول لكم ان السجق ده حاجه زي العسل، ما شاء الله. عملناه نضيف وجميل، وحاجه انت عاملاها بايديكي ما شاء الله. هنشوف الفلفل، لا لسه خشن، هننعمه شويه كمان. نضربه كمان ضربتين كده تمام. هنجيب طبق ونفضيه فيه، طبق كبير عشان هنعجن فيه بقى اللحمه مع الفلفل. الفلفل بتاعنا مش عامل ميه ولا حاجه، الحمد لله تمام اهو كويس، عشان احنا غاسلينه ومنشفينه. هنجيب بقى اللحمه، ده حتتين، حاطين حوالي ربع كيلو دهن مع اللحمه واحنا بنضربها. ده كيلو لحمه، هضرب في الاول نص وبعد كده نص. اللحمه دي كانت عندي مفرومه وفي الفريزر، فقررنا نعمل سجق فقلنا نطلعها ونعمل بيها. ما شاء الله، يعني ضربتين هي كده كده مفرومه. ناخدها وش تاني كمان عشان تنعم، نعمت وجميله. هنضرب النص كيلو تاني كمان. يعني احنا النهارده هنعمل كيلو لحمه بنص كيلو فلفل رومي وربع كيلو هنك. ضربنا النص كيلو التاني لما نعم، حطينا كله على بعضه في الطبق. ناعمه ازاي ما شاء الله. هنحط التوابل بتاعتنا ونعجنها بقى كلها في بعضها. التوابل بتاعتنا 7 بهارات: فلفل اسود، ملح، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، كمون، كزبرة. التوابل بتاعتنا الجميلة وريحتها الجميلة، حطيناها في الفلفل والثوم واللحمة، ونعجنها بايدينا بقى لغايه ما تنعم كده وتعمل عرق. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. حاجه كده معموله ما شاء الله بلحمه بلدي، ولا بقى الوان صناعيه ولا لون احمر ولا حاجه. هو الفلفل هو اللي محطوط معانا. السجق اللي بيبقى لونه احمر زياده عن اللازم ده بيبقى محطوط له الوان. بسم الله ما شاء الله. هنقعد نعجن فيه حوالي 5 دقايق كده. خلصنا. هنجيب بقى الهنك بتاعنا، وهنجيب معانا قمع. طبعا هو بيبقى له قمع مخصوص، بس احنا اتصرفنا وعملنا بالقمع اللي موجود عندنا في البيت. اهم حاجة ان هو ما يطلعش من المية، الهنك ما يطلعش من المية، لازم يبقى في قلب المية. بلينا القمع مية، وهنحط فيه هندخله فيه، ندخل فيه المصارين. نملي ايدينا مية تاني عشان ندخل كده، ايد ماسكاه وايد بتدخل في القمع زي ما انتوا شايفين. القمع بتاعه بيبقى البوز بتاعه طويل شوية، ان شاء الله هجيبه يعني، بس احنا قررنا
فقلنا نتصرف باللي موجود عندنا. بسم الله ما شاء الله. على طول كل شوية تبلي ايديك مية عشان يمشي معاكي. بسم الله. هندخل الايد، بنتناول الايد زي ما انتوا شايفين لغايه ما القمع ياخد كده. خلاص اتملى كله اهو. ما شاء الله. زي ما قلتلك ايد بتدي وايد بتلبسه في القمع. قعدنا من تحت وهنمسك بقى من تحت بصوابعنا عشان ما يفلتش مننا، وكل اللي احنا حطيناه الهنك اللي حطيناه في القمع يقع. وهنجيب اللحمة وندوس بصبعنا كده تنزل. سهلة وبسيطة مفيش اي حاجة اهي. بسم الله ما شاء الله. جربيه ما شاء الله، سهل جدا وكفايه بقى الريحه والطعم، وكفايه ان انت عامله الحاجه دي بايديكي وعاملاها في بيتك وعاملاها بلحمه بلدي. وعادي لو حد عملها بلحمه مجمده مفيش مشكله، بس اهم حاجه ان هو عاملها بايده ومش محطوط عليها بقى الوان صناعيه ولا مكسوبات طعم ولا حاجه. البهارات اللي انت حطها بهارات مضمونه وحاجه نضيفه ما شاء الله. تاكلي كده بنفس. وما شاء الله هوريهولكوا دلوقتي. ما شاء الله عملناه مفيش ولا واحده فكت ولا واحده فرقعت ولا اي حاجه. الله اكبر، كله زي العسل. عايزه اقول لكم ان البنات بيطلبوه بقالهم فتره، بس انا كنت مكسله جدا، بس الحاجه موجوده عندي فقلت بقى ايه توكل على الله واعملها. نزلي اللحمه كده وتظبطي بايديكي الحته الفاضيه تعدلي كده وتمليها. هو نزوله من القمع مش صعب ولا حاجه، اهم حاجه صوابعك اللي تحت اللي ماسكه بيها المصارين دي ما تحشيش صوابعك عشان لو فلتت هتقع من القمع. ماسكينها بايدينا. تظبطي كده وتتك توصلي اللحمه في الاماكن الفاضيه. عملنا اول واحده معاكم، هنعقدها عشان اللحمه ما تقعش منها. هي بتغلب شويه. عقدناها ما شاء الله كده بقى. عقدينها من الناحيتين. هنجيب الاطراف قبل بعضها وهتيجي من النص وتلفي لفه كده، يعني تفرغي اللحمه من المكان ده وتعمليهم قد بعض كده وتلفيهم مع بعضيهم. تلفيهم على بعض وتدخلي واحده من النص وتطلعيها. شفتوا؟ بتلفيهم على بعض وتدخلي واحده من النص. هنعمل معاكم واحده كمان عشان ما نطولش عليكم. زي ما قلت لكم بندككه في قلب القمع وننزل بايدينا، بس اهم حاجه نكون ماسكين ايه الهنك اللي في القمع عشان ما يزحلقش مننا. عملنا معاكم دي اطول اهي. كل ما تعملي تحسي ان انتي بتستمتعي وانتي بتعمليه، يعني ما فيهوش اي حاجه تخوف ولا حاجه صعبه. الله اكبر، حاجه زي العسل. صدقوني لو اعرف انه حلو كده كنت عملته من زمان وسهل كده. زي ما قلت لكم هنلف الاتنين على بعض وندخل من النص ونطلعها ونعمل تاني اتنين تانيين على حسب الطول بتاعه. ونعمل ايه تلفي تفرغي اللحمه وتدخلي من النص وتطلعيه. اظن كده مفيش اسهل من كده. ما شاء الله الكيلو اللحمه رمى معانا كتير. احنا عملنا سيرفيز مع اننا ما كملناش بقيه الكميه، قلنا نكملها بقى بعد التصوير، بس عملنا وصورنا معاكم. جميل وبيرمي ونضيف. تخيلي بقى يعني لو انت هتجيبيه من عند الجزار دلوقتي الكيلو بقى بكام؟
بمبلغ وقدره، وحاجة انت مش شايفاها بعينيكي، لكن دي انت اللي شايفاها بعينيكي وعاملاها بايديكي. وكلنا في الاعياد بيبقى عندنا الهان كده وبنرميه، فعليه بسم الله ما شاء الله عملنا بيه احلى سجق. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. شفتوا الحلاوة؟ ذمكم يستاهل لايك وشير ولا لا؟ ما شاء الله. تحكموا بقى انتوا بنفسكم. ويا سلام بقى على الطعم، مش قادره اوصف لكم. احنا ما استناناش لما نكمل من الريحه وهو ني، بالكم بقى لما تدوقوه. احنا هنستكفي بدول ونبقى نكمل بقيه الكميه. هنحمر دول معاكم وانا هكمل بقيه الكميه بعدين. دي الكميه اللي فايضه اهي من الكيلو اللحمه، تعمل قد اللي احنا عملناه مرتين. جبنا معانا قرنين فلفل قطعناهم شرايح، وطماطمتين، وثلاث بصلات قطعناهم جوانح زي ما انتوا شايفين كده. حطينا على الطاسة على النار، وهنحط فيها معلقة سمنة بلدي، وهنحط معلقة ليا، يا وعدي بقى على الروايح اللي هتطلع. وحطينا فيها السجق وقعدنا نشوحه زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله الله اكبر، مفيش واحدة فكت من التانية ولا واحدة فرقعت. وهقول لكم ليه. لان انا جبت ابرة وخرمته كده خرم بسيطة عشان ما يفرقعش، طلعت منه الهواء. نزلت بالثلاث بصلات الجمال بتوعنا، حطيتهم على السجق لما جاب المية بتاعته كده وانا حطاه على نار عالية، لان كده كده هو بياخدش سوا. واقلب البصل فيه لغايه ما يدبل شويه. طبعا اللون الاحمر اللي فيه ده من البابريكا اللي احنا حاطينها والفلفل الاحمر، لكن الحمد لله مش حاطين الوان صناعيه ولا حاجه. ما شاء الله. هنقلبه تقليبتين مع البصل يدبل شويه. كل حاجه على عينك يا تاجر اهي، ما شاء الله اللهم بارك. هننزل بالطماطم، وهنحط معانا 5 قرون فلفل حامي، مش قطعناهم عشان هيبقى حامي قوي. اللي عايز حامي يبقى ياكل الفلفل، احنا مش هنقطع فلفل حامي، احنا مش بنحب الحامي. طبعا اللي بيحب الحامي عارف نفسه. هننزل بكزبرة وكمون وفلفل اسود، ونقلب تقلبتين. واحط معلقة ملح صغيرة برضو، لان هو الملح بتاعه مظبوط. هندوقه ونحط بعديها شوية ملح. ندوقه الاول، لو احتاج ملح هنحط له عشان ما يبقاش حادق. كده محتاج شوية ملح صغيرين. بصوا الحلاوة، ما شاء الله ما شاء الله، طعم وريحة تجنن. حاجة كده زي العسل ونضيفة ومعمولة من ايديكي. وزي ما شفتوا السجق ما شاء الله عليه، ولا كش ولا صباع فرقع ولا اي حاجة. الله اكبر. يمشوا على المقادير والطريقة بتاعتنا، وان شاء الله كل حاجة تطلع ناجحة وجميلة. احنا بنحبه قوي، بس بصراحة ايه يعني بيغلبنا شوية، بس مفيش مشكلة. هنغطيه بقى حوالي دقيقتين، وبعد كده فتحنا عليه لقينا كل حاجة اتكرملت مع بعضيها. ما شاء الله. البصل مع القوطة مع الفلفل مع السجق هنغرف. الله ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين واحدة بوحدتها. ما شاء الله. تسويته ما بتاخدش اكتر من ربع ساعة على النار. زي ما قلت لكم انا سويت الشوية دول بس عشان نصور، وهكمل الباقي بقى. ما شاء الله. تعالوا اتفضلوا معانا بألف هنا وشفا يا حبايب قلبي. وما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد.